أيضا مما يميز شيخنا رحمه الله تعالى كثرة العبادة، فإنه قد حج أكثر من 54 حجة متتالية، وحج 4 حجج غير متتالية، فيكون مجموعها 58 حجة حجها شيخنا رحمه الله تعالى. ولما اشتد عليه المرض في آخر العام الذي توفي فيه رحمه الله تعالى لم يذهب إلى الحج ذلك العام، فاتصل عليه كثير من الإخوان، فكان رحمه الله تعالى يبكي ويقول: 54 سنة وأنا أحج إلى بيت الله الحرام وهذه السنة لا أستطيع، اللهم إن كان قد قرب أجلي فحسن خاتمتي. كأنه عرف أن هذا قرب أجله، لأن أولياء الله يعرفون متى يحين أجلهم بعلامات وأمارات وفراسة مؤمن، لأن ذلك من فضل الله عز وجل عليهم، وهذا ليس من علم الغيب بل هو توقع ونتيجة، كما قال عمر بن عبد العزيز: إن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، وإن عشت فسأبينها لكم. وكان رحمه الله تعالى محافظا على السنن الرواتب في كل وقته وفي كل حين، كثير الذكر لله عز وجل، لسانه لا يفتر عن ذكر الله أبدا، وكان أحلى الكلام الذي يقوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. ولهذا ختم له بهذه الكلمات الأربع، كانت آخر كلمات من الدنيا قالها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، ثم قبضت روحه رحمه الله تعالى. فما أجمل هذه الخاتمة وما أطيب هذا الموت. أيضا مما يميز شيخنا رحمه الله تعالى في مجال العبادة قيامه لليل، فما ترك قيام الليل حضرا ولا سفرا، كان في كل وقته يقوم الليل، يصلي 11 ركعة من الليل، لا تسل عن حسنهن وعن طولهن. كان رحمه الله تعالى في سفر فنام من نام، ويقول الشيخ الموسى حفظه الله تعالى: فنمت مع من نام ثم قمت في الليل لأقضي حاجتي فرأيت شيخنا رحمه الله تعالى يصلي ويتهجد لله عز وجل، لأن نفسه تعودت على ذلك، ولكل امرئ من دهره ما تعود، فعلى الإنسان أن يعود نفسه على الخير. ومما يدل على كثرة العبادة عنده أنه دائما إذا سافر إلى مكان أو جاء إلى مكان فإنه يبدأ بتطبيق السنة، وهو أول من أحيا سنة وضع اليدين على الصدر، وهو أول من أحيا في نجد وضواحيها الصلاة ب11 و13 في صلاة قيام الليل. دعا إلى ذلك وألف في ذلك كتابا رحمه الله تعالى.